انهزم هزيمة تاريخية ستبقى وصمة عار في جبين تاريخ شباب بلوزداد. سداسية كاملة بعد أن انتهى الشوط الأول بهدف لمثله. الأهلي رجع شباب بلوزداد للمستوى الحقيقي ديالو. فريق ضعيف ما عندوش هزيمة قاسية لكن بهالطريقة بصراحة ولا باش يهضروا علينا الجيران. السلام عليكم خوتي. غنشوفوا صدمة اعلامي جزائري ما تسرططليش ليهم كيفاش شباب بلوزداد خسروا عليهم ملاير او قجع الكولاسه. نشوفوا شنو اللي طرا ليهم واكبر شمس العشيه وقعت ليهم. ما تنساوش اخوتي تفرجوا على الفيديو باللايكات ماكسيموم ديال اللايك علاش لا 3000 ولا اكثر. وشكرا لكم على التعليقات والتحفيز ونكملوا لا فيديو. الأهلي رجع شباب بلوزداد للمستوى الحقيقي ديالو. فريق ضعيف ما عندوش امكانيات باش يفوز رابطة الابطال. صعب كثير باش يفوز برابطه الابطال، ولو في الشوط الاول شفناه يعني. لا الشوط الاول كان في المستوى شباب بلوزداد، سجلوا هدف والاهلي ما كانش يعني كان تقريبا كان غايب في الشوط الاول، ولكن الهدف اللي سجل هدف التعادل في الدقيقه الاخيره تاع الشوط الاول هي عاد الفريق وشفنا بعد ذيك مباشره في الدقائق الخمسه الاولى تاع الشوط الثاني زوج اهداف. شباب بلوزداد يعني خلاص يعني فقدوا الثقه. ما تبقاوش تابعين المغرب ولا قجاع، راه فضايعكم وفضايع البطوله راه كوارث. الناس راه ضرب الشهريات مطرد قال لي مليار، وممكن هذو راهم يخلصوكم لانهم نتوما مناجير كاع اللي قاعدين في لي بلاطو كلشي بكم مناجير. من الهداف وجي قلب لا هداف النهار كاع هذوك مناجير كاع خدامين مع هاد اللعابه. تبنسوا ديه منا جيبوا منا وضرب معاه الدراهم لانه لو كون تجي محاسبه راه خاصكم كاملين تشطبوا. خاصنا نعاودوا جيل كامل نقلعوا الصحافه والاعلاميين وهذاك التخربيق وقلع لي رؤساء الانديه وبدل رؤساء الانديه وكاين شي لعابه هما جري عليهم. لماذا اليوم كي نروحوا للمستوى العالي شويه ما نلقاوش روحنا؟ علاش؟ الوغ عندهم ليفيكتيف كي تشوف الاسماوات كاين. انا قلت لك كي فون ريفونير كي كانوا الخساره قلت لك سي ار بي ترجع. ما قلتلكش ترجع في الشامبيونز ليغ. ما قلتليش. قلت لك ترجع في الشامبيون هذا ورجعت في الشامبيون هذا صح. ومازال تزيد ترجع. وفي الشامبيونز ليغ علاش ما ترجعش؟ انا قلت لك يا بوكو دو شوز اللي يدخلوا دون لو جو. انت لورسكو tu جو ان تلعب على الشامبيون او تلعب على لاكوب وتلعب بين كوب دافريك سا فو دير tu dois travailler énormément. لازم تخدم بزاف. بل أن الشباب يعود بنتيجة إيجابية من مصر من القاهرة. بعد ذلك سيواجه في شهر جونفي لقاء العودة هنا بملعب 5 جويلية الأولمبي. لكن الشباب اليوم انهزم هزيمة تاريخية ستبقى وصمة عار في جبين تاريخ شباب بلوزداد. سداسية كاملة بعد أن انتهى الشوط الأول بهدف لمثله. الشباب كان السباق للتسجيل وكان صاحب هدف السبق وأدى شوط أول في المستوى ليعدل النتيجة نادي القرن نادي الأهلي المصري في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. لكن الشوط الثاني كان كارثي بكل المقاييس. محمد قاسي سعيد، ماذا حدث لشباب بلوزداد اليوم في هذه الهزيمة التي تظهر أنه لما يتعلق الأمر بالمستوى العالي صعب كثير للنوادي الجزائرية بصفة عامة، ما نتكلمش إلا شباب بلوزداد، أنه يكون في المستوى المطلوب. علاش؟ سبب فوزي القجاع عيط الحكم نشر المباراة عندكم القوجاعة وسبب فوزي القجاع المروك خسرته. ما نقدروش نديو رابطة الأبطال الأندية الجزائرية اليوم. ما نزيدش نتكلموا على الرطوبة والحرارة. اليوم اللاعبين تاعنا الفرق تاعنا يتنقلوا بطائرات خاصة فنادق فخمة في لما نمشيو لأفريقيا. حتى الأهلي المصري يستقي يروح في طائرات خاصة. معليش الملاعب يعني في المستوى العالي يعني ما نقدروش نشتكيو. رابطة الأبطال باش نلحقوا على الأقل نصف نهائي ولا النهائي، ما نقولوش ندوها. ديجا اسكو كاين فريق اللي يدير معلوم ماشي الفريق سا سي لو بيلون دو نوتر فوتبول ناسيونال. علاش نديروا البيلون وعلاش ما نجموش نروحوا يا لو كان فينال نورمالمون ان بيلون لي ديبا بصح لي سانسير ماشي لي ديبا تاع المنافقين ولا نكذبوا على الناس ولا. علاش؟ هذا هو المشكل. باسكو كلش يجيب المدرب كي تجيبوه مليح عندك ليكيب ديريجونت مليحه توفر لي مويا وكذا بصح ولا ما عندكش لاعبين
1 في المستوى، 2 سيريو. سيريو. هذا الشيخ عاوتاني خارج فيهم. لا عندكم ملاعب، عندهم ملاعب خسروا عليهم ملاير. هاد الفرقه هادي راه خسروا عليها ملاير فلوس الجزائر. شوف فلوس الجزائر والشعب ما داروا والو. هذا هو اللي كيبقى حاضي المغرب، حاضي المغرب. هذا الشيء لازم نقولوا هزيمة قاسية، هزيمة شخصيا ما كنتش نتوقعها بالنتيجة هذه. ظن بلي اليوم شفت خاصة في الشوط الثاني شفت فريق آخر وشفت الفريق تاعي أخطاء بالجملة، أخطاء فردية، أخطاء في التمركز، خرجنا من المنظومة تاع اللعب. مالك اش دي كتبكي وتشكي؟ ياك ما فوزي القجع هو السبب. قولها ما تخافش، زيدوا خدموا راكم 5 سنين وزيادة ما كتشاركوا في هذه. حدكم الدور الثاني، وكيبان لي هاد النوبة ما كاينش الدور الثاني، حدكم الدور الأول. يا سيدي نقولوا خسرت مع الاهلي المصري، نادي القرن وافضل نادي في افريقيا وكلش وفي القاهره. معليش نقولوا خسرت، رحت لتما وخسرت، بصح ما تخسرش ب6-1 خوتنا. قسما بالله غير تبهديله خويا، تبهديله كبيره. تخسر مع الاهلي المصري، هذا ديربي شو ما تقدرش تخسر بسكور كيما هذاك. فهم كيفاش؟ راك تبريزونتي خويا الدرابو الجيريا، ماكش تبريزونتي سي ار بي برك. درتو لنا التبهديل في القاهره اليوم. تخسر ب6 مع الاهلي المصري. شوف الاهلي المصري صح حاجه كبيره واحترافيه كبيره، مي ما تخسرش ب6 خويا. شوف انا راني نهضر خويا كوم سيبورتور الجيريا. هذا السي ار بي راهو يمثل في الجزائر في المنافسات القاريه هكذا. صدقوني ما فهمتش خوتي، هذه شباب بالوزداد عندهم واحد 5 سنين هما يشاركوا في هذه دوري ابطال افريقيا كل عام خويا، يروحوا دوزيام تور. السلام عليكم. هذه المره ما راحش يروحوا دوزيام تور وما مش رايحين خويا. بارك عليكم. العالم الاخر نتوما راه كتقدموا مؤخرا، خصكم ترجعوا اللوري. بارك عليكم، هذه المرتبه اللي تستاهلوا. ولا باش يهضروا علينا الجيران، ولا باش يديروا لنا مختلف المهازل. الامر الذي حدث امس في قسنطينه غير مقبول تماما، ووصلنا ل 45 و45 الشوط الثالث. جاب لي ربي ولا مانيش غلط، نهار خلق الفوتبول جامي صارت بلي. القرار الذي اتخذه هو بعدما راى الهاتف النقال. لا، لو لم يرى الهاتف النقال نقول لك القرار صائب. يعني كان له حديث جانبي مع الحكم المساعد واستشاره، ويعني صحيح. وهنا اصل المشكله كما قلنا الفار، وكما قلنا اصل المشكله الفار. التكنولوجيا جاتهم شغل ثالث اللي ما كيفاش داروا له، وقال لك اسيدي ما كاينش الفار. باش شافوا ديك الحاله اللي وقعت بالهاتف، تبارك الله على السن الافريقي. الملعب ما فيش الفار، فاكيد انهما اعتمد على وسائل اخرى. فضيحه انه يتم الاعتماد على مش عارف هاتف نقال او غيره. فالمساله تبدو هنا ليس كذلك، قانونيا غير مسموح. ولذلك كنت نقول لك يعني غض النظر هذا الموسم في احداث الفار في بعض المقابلات، لان ليس كل المباريات وليس كل الملاعب تستطيع احتضان غرفه للفار. هادو هما اللي قال لك باغيين ينظموا كاس افريقيا، وقال لك باغيين ينظموا 2 كؤوس عالم في كاس عالم واحد. قال لك برك حسن من المغرب. تبارك الله عندكم التكنولوجيا، راكم غادي في الطريق الصحيح. سيروا كنو. عندنا سلعة من طراز رفيع جدا. الناس لا يعلمون في الجزائر وفي المغرب أكثرهم أن معلم محمد الخامس والحسن الثاني هو جزائري. نعم. وهو عم الأديب مولود معمري، اسمه الشيخ محمد معمري. الأديب مولود معمري. والأستاذ التيجاني والد أستاذنا الهاشمي التيجاني. هذو هم الذين علموا أو اللذان علما محمد الخامس والحسن الثاني. هذو هم الذين علموا. والإمام الإبراهيمي عنده كلمات تسوى ما تسوى، يقول إن في الفقه فقها
إن في الفقه فقها، يعني كاين فهامة الفهامة. فمع الأسف يعني إخواننا المغاربة إن في التكرغل تكرغلا. أول محمد الخامس كان صار لكم العلماء والأدباء باش علمكم اللغة العربية والإسلام ودخلوا لكم الجزائر. سير سيدي قلب التاريخ ديالكم، راكم غالطين، راكم غير كتبغيو تسرقوا. ما خليتو ما سرقتوا المغرب، تونس، فرنسا، مصر. وسيروا جيبوا جماجمكم ونكملوا الهضره. ولحديثنا باقي خوتي، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. حتى هنا كنكون وصلنا لهذا الفيديو، ما تنساوش تعملوا لايك سبسكرايب، فعلوا الجرس ان شاء الله نلعب بكم فيديو اللي ما يجيك. جو برو اريتي فيديو.